حلقة النهاردة يا جماعة هي حلم الواحد من جمهور ولاد طه. اخونا يوسف من الغردقة واللي لسه عنده 13 سنة عمل سكريبت محترم يبين لك قد ايه انه هيبقى ليه مستقبل كبير جدا. لا، والميزة انه جاي في وقته قوي. اي حد حابب يجتهد ويجرب ويعمل سكريبت زي يوسف يجرب ويبعت لي على بيج الفيسبوك، ويا ريت اللي يجتهد يبقى في نفس ذكاء يوسف، اللي مش بس اختار الميعاد المناسب للحلقة، لا اختار حاجات فيها ضحك وكلام كويس جدا. كفايه بقى رغي كتير عشان انا عاوز ابدا ومبسوط قوي من اللي عمله يوسف. اتاكد بقى انك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناه هنا وفي باقي قنوات ولاد طه، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نبدا. بعد ما خسر الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا على ايد الوداد المغربي، محدش فينا كان اصلا يقدر يحلم ان اللي حصل ده يبقى حقيقه. المغرب بتنظم البطولة والأهلي بيشارك برضه في كاس العالم للأندية، ويعمل كمان أحلى حرقان للناس اللي بالي بالك. بتبدأ رحلة الأهلي وبيبدأ كاس العالم للأندية بلقاء صعب جدا مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. ومع بداية الماتش ولسه بنقول بسم الله بتتقطع الكورة من بيرسي تاو اللي ما تعرفش كان عاوز يعمل ايه من اولها، وبتوصل سريعة جدا لمهاجم اوكلاند رايان دي فرايز اللي بيقدر ينفرد بالشناوي من الدقيقة 4. لكن برغم قوة الصاروخية بتاعت ريان، انما ده عمك الشناوي يلا، انت مفكر نفسك في نيوزيلندا هناك ولا ايه؟ بعد ربع ساعة متحفظة من الفريقين بتوصل الكورة لعبد القادر اللي بيعدي بكل سهولة، لكن عشان الفرحة ما بتكملش وكمان الحلم يبقى فيه شوية سسبنس كده، اللي بيشوط لكن القايم الشمال للفريق النيوزيلندي بيشيلها. بعد 45 دقيقة صعبة على الفرقتين الشوط الأول بيخلص، وكولر بين الشوطين بيغسل الشحات وبيقول له لو ضيعت جوان تاني هطلع أمك. هتقولي كولر هيقول له امك؟ هقول لك يا اسطى ما تفكك من الحناكه بقى وركز معايا شويه، حلم وبتاع فبلاش تقفلنا منك الله يرضى عليك. الشوط الاول بيخلص 0-0، ومع بدايه الشوط الثاني المهاجم نيكولاي بدري بيطير بالكوره من الناحيه اليمين، وفي الدقيقه 50 ريان بيحول عرضيه بدري لشبكه الشناوي اللي بيقف يزعق ويتنطط بسبب غلطه ايمن اشرف العجيبه. بعد هدف التقدم من الفريق النيوزيلندي الوقت فضل يعدي وشكلها هتبقى مشاركة منيلة ب60 نيلة. في الدقيقة 87 وفي الوقت اللي خلاص جمهور اوكلاند بيجهز للاحتفال، حسين الشحات بيستلم تمريرة سحرية من محمد هاني وبيعدي وبيشوط وبيسجل التعادل، وبيقول للناس كلها ان هما الاتنين بيسخنوا دايما على سيرة كاس العالم للأندية. كولر بعد هدف التعادل بيطمع في الماتش، بينزل كهربا وبيحاول يخطف في البلاس 90، لكن للأسف الحكم بيصفر نهاية الشوط الثاني قبل ما يقدر زعيم أفريقيا يخطف الثاني. قبل بداية الأشواط الإضافية كولر بيطلع كل الكلام القبيح اللي اتعلمه في مصر في وش لاعبته، أصل احنا كنا أفضل وأحق وأقوى، ليه بنتدلع ونوصل أصلا لأشواط إضافية؟ رجالتنا بتاخد الكلمتين وتدخل الاشواط الاضافيه وهي ناويه على المكسب. وبعد شوط اول اضافي متحفظ من الفرقتين، كهربا في الدقيقه 105 بيشغل الفولت العالي وبيحرق شعب نيوزيلندا بالتاني، وبيحرق كمان قلب كل جمهور الفريق اللي لسه واخد 3 من كام يوم. في الشوط الثاني الاضافي بقى مش عارف اوصف لك ازاي نسر الاهلي طار في السما، اداء ولعب وتقسيم ودلع من اللي قلبك يحبه. الاهلي اثبت انه هيبقى خطر على اي حد هيلعبه في البطوله، وبعت انذار شديد اللهجه لفريق سياتل سواندرز. الاهلي مش جاي يهزر، الاهلي جاي وناوي على اللقب. المهم ان الشوط الثاني العالمي كان لازم في اخره الاهلي يذبح بالثالث. كهربا ما سكتش وما هديش غير وهو مسجل ثنائيه في اول مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه 2023، وواخد مان اوف ذا ماتش ومعيط وبايس الشعار وعامل ني ومروق قوي على حاله. في الدور اللي بعده المارد الاحمر في مواجهه صعبه جدا مع بطل امريكا الشماليه، ومع بداية الماتش لقينا لعيبة الأهلي داخلين ومركزين وعلى المكسب من بدري قوي النهارده ناويين. في الدقيقة 6 أحمد عبد القادر ملك الحنكشة بيخطف التقدم من بدري جدا. الواد عبد القادر كنا فاكرينه بيحنكش على الفاضي، طلع كان عاوز ملعب نضيف وتصوير رايق وسجارة والدنيا هتبقى معاه زي الفل.
بعد هدف التقدم الاهلاوي الجميل، بطل امريكا الشماليه قال لك افتح ملعبي والعب الكل في الكل، سابوا مساحات وطلعوا عشان يهاجموا، ورجاله الاهلي واقفه ومركزه ومستنيه تقتل بالتاني. الوقت فضل يعدي، لا سواندرز اتعادل ولا المارد الاحمر خطف بالتاني، لحد ما خلص الشوط الاول بتقدم زعيم افريقيا 1-0. في الشوط الثاني بقى اتفاجئنا بمستوى ذكاء مستر كولر مدرب النادي الاهلي. الراجل تحسه حفظ من الشوط الاول كل حاجه عن بطل امريكا الشماليه، لا وكمان قدر يحفظها للاعيبته اللي نفذوا تعليماته بالحرف الواحد، لدرجه ان بعد ربع ساعه في الشوط الثاني النتيجه بقت 3-0 للاهلي. كهربا والشحات جابوا الثاني والثالث غير اللي ضاع يا معلم، وشكلها حفله اهلاويه على الاراضي المغربيه. فضل الاهلي ضاغط وفريق سواندرز مش مستوعب اللي بيحصل، ده الاهلي المصري ده ولا ميكس ما بين السيتي وباريس والريال؟ شريف المخيف بينزل في اخر ربع ساعه فبيلاقي استسلام رهيب جدا من فريق سواندرز، فبيجيب جونين كده على الواقف عشان برضه يفكر جمهور نادي الزمالك بذكريات وحشه قوي بتعمل حرقان كبير. الحكم بيلاقي مفيش حل عشان يرحم فريق سواندرز غير انه يصفر، وبيعلن بكده تأهل المارد الاحمر للدور قبل النهائي، واللي مستنينا فيه عمك بنزيما واصحابه. وكفايه بقى لحد كده على الجزء الاول، وان شاء الله استنونا في الجزء الثاني يوم الثلاث الجاي، لكن على قناتنا الرئيسيه. يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير، واشترك كمان في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس يوصلك جديدنا اول باول. فولو للبيج بتاعتنا على فيسبوك، بص على قناتنا الرئيسيه، وبص كمان على قناتنا ولاد طه اجنبي، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. وسلام عليكم.